لو انت بتقدم كورسات اونلاين، فالمشكلة الوحيدة اللي بتقابلك هي ان انت مش قادر توصل للعميل بتاعك او الستودنت اللي هياخد الكورس بتاعك هيكسبه ايه او هيكسبه ازاي. تقريبا في اليوم بيجيلي 3 مكالمات من اصحاب مشاريع كورسات او ناس بتقدم كورسات اونلاين، وكلهم عندهم المشكلة دي ان هم مش قادرين يبيعوا عن طريق الاعلانات بتاعتهم. بيعملوا اعلانات وبيصرفوا كتير وكل حاجة، بس في نفس الوقت مش قادرين يبيعوا، مش قادرين يحققوا مبيعات. بنخش نعمل استشارات معاهم وبنبص نلاقي المشكلة دي دايما بتتكرر معاهم. كلهم بيتكلموا عن الكورس وجودة الكورس وخدمة العملاء واللي الطالب هياخده من الكورس أو الستودنت هياخده من الكورس، بس مفيش حد فيهم بيتكلم الاستفادة الحقيقية اللي الستودنت هياخدها. يعني مثلا على سبيل المثال، لو انت بتقدم كورس جرافيك ديزاين، اللي هياخد كورس الجرافيك ديزاين ده هيكسب كام؟ هيعرف يكسب كام بعد كده؟ بتقدم كورس مثلا في مجال الاي اي، لازم تفهم الستودنت اللي هيدخل ياخد الكورس بتاع الاي اي هيعرف يكسب كام من الكورس بتاعك. هي دي المشكلة الحقيقية، ان انت بتتكلم عن الكورس وتفاصيل الكورس ومزايا الكورس، بس ما بتتكلمش عن الاستفادة اللي هياخدها الستودنت لما يدخل ياخد الكورس بتاعك. السلام عليكم.